عمري ما احب غير الاهلي ولا في غيره يفرحني. دايما معاه والاخر الكون. عمري عشان الاهلي هون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج على القهوة. اخوكم ميدو. لايك واشتراك وشير وفعل الجرس. نبدأ حلقتنا بالصلاة على سيدك النبي عليه افضل الصلاة والسلام. بسم الله. عملت حلقة امبارح، كتبت عنوانها معلول ملك الحلول. قلبي كان حاسس بعلي معلول. علي معلول ابن من ابناء النادي الاهلي، عمره ما هيسيب ناديه في دقيقة ومش هيحل. عملت الحلقة بعنوان معلول ملك الحلول، وحطيت صورة معلول في بداية الحلقة. قلبي كان حاسس بيك يا معلول. الأهلي بطلا لأفريقيا للمرة 11 في تاريخه على حساب وداد الأمة الوداد المغربي. رجعنا بالكاس زي ما وعدتكم من كذا بلانكا، زي ما وعدتكم من مركب محمد الخامس. فرحة عارمة تجوب شوارع القاهرة، كسرنا الدنيا، احتفال ولا أروع، ولا فرق معانا بملاك وبومبا، ولا فرق معانا الجن الأزرق. الأهلي قلت لكم مش هينيمنا زعلانين. قلت لكم امبارح هنرجع بالكاس من كذا بلانكا بمركب محمد الخامس، والحل كان عند معلول ملك الحلول. القضية قضينا على الوداد في المغرب. والله العظيم لقيت بوست بعد المباراة مباشرة مكتوب فيه ال 12 يا أهلي. لقيت بوست تاني بنفكر هنلاعب السيتي ازاي. الأهلي فرح النهاردة 70 مليون أهلاوي، والله ما كلام، 70 مليون أهلاوي. أنا رفعت كام فيديو صغير من شوية من القهوة عندي، ده ولا ربع اللي حصل. أنا كان نفسي أرفع الماتش كله، بس انتوا فاهمين ده شغلي وأكل عيشي، فمعرفتش أصور معاكم لايف في الماتش. الأهلي فرحنا كلنا. الأهلي جاب ال 11 من قلب كازابلانكا. قلنا امبارح هم هيلعبوا على الكرات الثابته، وفعلا الجون جه من كره ثابته، كره عابره. الشناوي مش مسؤول عنها تماما، يسأل عنها المدافعين. الكره سويرف، وانا قلت لكم بيلعب الكره وهم بيقفوا قطر، لكن قدر الله ما شاء فعل. ربنا كان شايل لنا الاحسن والاحسن والاحسن. كان هيجيلي سكته قلبيه فعلا، والله العظيم دموعنا كلنا نزلت. محدش كان عايز يرجع بيته والماتش 1-0. بعد ما تعادلنا كان في ايدينا نجيب 3 و4 و5. انا قلت لازم نستفز الوداد انه يفتح خطوطه، واتفرجتوا على الوداد لما فتح خطوطه شوارع بالطول وبالعرض. محمد شريف كان في امكانه يجيب بدل الهدف 2. بملاك كان ناقص يدي انذار للجمهور اللي في الشارع مش في الاستاد، ما سابش حد في حاله. في حد قال ده حكم امين، ده تعليق ساخر. مفيش حاجه اسمها حكم امين، لازم وطبيعي يكون الحكم امين. بس احنا النهارده زي ما وعدنا كل الاهلاويه ان احنا هنرجع بالكاس من مركب محمد الخامس. الاهلي ما خذلناش. الماتش ده فكرني بماتش الصفاقس والهدف الشهير لمحمد ابو تريكه. كان قلبي حاسس والله ان احنا هنرجع بالكاس من تونس، ورجعنا بالكاس من تونس. النهارده الجمهور كان مكسر الملعب، جمهور مغربي ولا اروع، ساند فرقته الى نهايه المباراه. ولكن انت بتلاعب مين؟ انت بتلاعب النادي الاهلي، بتلاعب ملك افريقيا، بتلاعب نادي فيه زي ما احنا قلنا علي معلول ملك الحلول. جاب لنا الكاس من قلب كذا بلانكا. النهارده زي ما انا قلت لكم هننيم ناس كتير قوي في حزن. اولهم شوقي السعيد، تانيهم المشجع الزملكاوي اللي استنى بعثة الاهلي في المطار. ما شفتش النهارده الصحفيين في المباراه بعد المباراه في المؤتمر، ما شفتهمش. فين الصحفيين الاستفزازيين اللي كانوا بيستفزوا كولر
في المؤتمر اللي قبل الماتش ما شفتش حد. احنا النهارده اثبتنا ان احنا اقوى نادي في افريقيا، وانا اوعدكم ان احنا هننافس على بطولة العالم للأندية ان شاء الله. هنلاعب السيتي، عندنا بوستات ال 12 يا اهلي. خطة السيتي ايه؟ كولر النهارده متعنا، وقعت قلبنا يا كولر المباراة كلها. والله ما كنت عارف اشتغل، انا ما عرفتش اشتغل النهارده. انا عيني على الشاشات، عيني على الجمهور، الحزن كان مالي قلبي، كنت واصل لدرجة السكتة القلبية. لكن حلها كان عند معلول. الله يكرمك يا ابني، انت اهلاوي ابا عن جد وابن من ابناء النادي الاهلي. محمد عبد المنعم افتتح البطولة باسيست في الاتحاد المنستيري، نفس الكورة علي معلول نهى البطولة بنفس الكورة. مليون مبروك ليكوا يا اهلاويه، مليون مبروك لكل مشجعين الاهلي في مصر وبره مصر. قلت لكم الاهلي عمل هيس هيس للبشر. احنا النهارده دغدغنا الدنيا. مش هتنام يا شوقي يا سعيد، مش هتنام. انت اسمك ايه صحيح يا زملكاوي؟ وداد. وداد روح يا حبيبي العب جنبها. الاهلي حلها النهارده وخلص على الوداد ونكد عليها زي ما قلنا. الحمد لله اللهم لك الحمد. رجعنا بالكاس الغاليه ال 12 يا اهلي، ال 12 يا اهلي. انت النهارده فرحت 70 و80 و100 مليون محب للنادي الاهلي داخل وخارج مصر. كل شوارع القاهره احتفالات عارمه. لولا الشغل كنت نزلت صورت في وسط البشر، في وسط الاهلاويه، كنت صورت في التجمع في المهندسين. النهارده مصر كلها فرحت. النادي الاهلي بيعمل ابتسامه على وجوه حتى الاطفال الصغيرين. انا ببارك للنادي الاهلي، مجلس ادارته بقياده المخضرم الاسطوره محمود الخطيب، رئيس البعثه الراجل المحترم الجنتلمان حسام غالي. بشكر كل الجمهور النهارده اللي كان مساند الاهلي في جميع انحاء الجمهوريه وخارج مصر. النهارده عملنا استاد في قهوه ام كلثوم، احتفلنا، صوتي راح. والله ما كنت عايز الاحتفالات تخسر. واحد من المشجعين في الماتش قال لي والله يا ميدو انت عملت لنا استاد. الله يكرمك يا ابني. قهوه ام كلثوم والشاي حلو على النادي الاهلي. قهوه ام كلثوم بتشجع النادي الاهلي وهتشجع النادي الاهلي. ال 12 يا اهلي وراك يا اهلي. بتمنى دعمكم لاخوكم ميدو الاهلاوي. انا اهلاوي ابا عن جد. بتمنى تشتركوا معايا في القناه، لايك واشتراك وشير وفعل الجرس في الخير. بتمنى تكون الحلقه عجبتكم. ان شاء الله استنوا مني كل جديد. سلام عليكم.